ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون عن نصايح ودروس مهمة ان انت تتعلمي من بدري في حياتك. انا بجد اتعلمت الحاجات دي متأخر، يمكن مش متأخر اوي، انا لسه صغيرة برضو، بس بجد كنت حاسة ان انا محتاجة اتعلمهم بدري شوية، او الدرس اللي انا اخدته فيهم كان قاسي حبتين ثلاثة. بس فخليني ابدا معاكي واقولك ايه هي النصايح او الدروس المهم تعرفيها علشان تختصري على نفسك وقت ومجهود اول نصيحة رقم واحد، وهي رقم واحد فعلا: مهما حصل، مهما قابلتي في حياتك، مهما فشلتي، مهما جربتي وما عرفتيش، whatever ايه حصل، متفقديش الامل في نفسك. ما تجيش تقولي لي اي عذر اي مبرر يخليكي تفقدي الامل في نفسك ابدا ابدا. مهما حاولتي، مهما جربتي، لو في حاجه في دماغك عايز توصلي لها جربي لها مليون الف مره، لان انتي لو فقدتي الامل في نفسك انتي مستنيه مين يبقى عنده امل فيكي؟ مين يا بيبي؟ مفيش. انتي لازم يكون عندك امل في نفسك، وان انتي مقتنعه ان الحاجه دي انا نفسي فيها فانا هعملها. الحاجة دي انا قررت ان انا هعملها يبقى هعملها. فشلتي عادي، اتس اوكي، جربي تاني، جربي تالت. في مسلسل انا بسمعه ومش عارفة كلكم بتسمعوه ولا لا، بس مسلسل كارثة طبيعية، عارفين؟ أم البطل مش فاكرة كان اسمه ايه، محمد تقريبا. كان عنده حلم الكتابة، وكان كل الناس اللي حواليه عمالين يقولوا له لا، وخلاص بقى فكك من حوار الكتابة ده، كتاب يعني كان بيكتب سيناريوهات، فكك من حوار السيناريوهات دي بقى والكتابة، وركز في شغلك وعيالك وبتاع. كان في مثال واحد بيقوله لهم كل ما حد يقرر ان هو يخليه يفقد الامل في نفسه. كان بيقول لهم ايه؟ كان بيقول لهم انتوا عارفين الكاتبة بتاعة هاري بوتر كام مرة راحت قدمت سيناريو هاري بوتر لمخرجين ومنتجين وكلهم رفضوا، ولدرجة ان الناس قالوا لها خلاص بقى فكك، وبرضو شوفوا دلوقتي وصلت لفين. لان هي حطت حاجة في دماغها وما فقدتش الامل في نفسها وما فقدتش ثقتها في نفسها. فانتي منفعش لاي سبب من الاسباب ابدا، مهما حصل ومهما كنتي خلاص جربتي وحاولتي وي وي وي، جربي تاني. انتوا عارفين انا موضوع اليوتيوب ده كام حد قال لي بلاش، كام حد قال لي ان خلاص انت حاولتي قبل كده في نوع محتوى معين ما نفعش، جربتي تظهري بوشك ما نفعش، جربتي تظهري من انت مغطيه وشك برضو ما نفعش. اتقالت لي بالحرف الواحد كده: يمكن انت فاشله في الحاجه دي، عادي وما تزعليش. انا بقى زعلت وحطيت الموضوع ده في دماغي، ولا اليوتيوب دي الحاجة اللي أنا بحبها، الحاجة اللي أنا بلاقي نفسي فيها، الحاجة اللي أنا بحب أعملها مهما حصل ومش بزهق، ومهما تعبت فيها برضو تعبي بيكون كده حلو. أنا بتبسط بتعبي في اليوتيوب، فبرضو هجرب. وبرضو قررت إن أنا هصور وهتعب في شغلي، وكل يوم بصحى أدور على أفكار جديدة، أكتب النقط اللي أنا عايزة أقولها كل يوم كل يوم كل يوم. في تارجت، في هدف قدامي ان انا لازم اوصله، وما بفقدش ثقه في نفسي. تاني درس يا بيبي، عايزاكي تعرفي وتتاكدي ان كل واحد عنده حاجه معينه هو دافع ضريبه الحاجه دي. يعني ايه؟ يعني انت لو بصيتي لواحده صاحبتك عايشه في مستوى اجتماعي معين، وبصه انه بصي دي عايشه في مستوى ولايف ستايل وحياه تانية غير اللي انا عايشاها، اشمعنى هي صاحبتك دي؟ هتلاقي ان باباها عايش برا مصر، بيشتغل، بيجي لهم مرة شهر في السنة او الشهر في السنتين، انا اعرف ناس بينزلوا شهر كل سنتين. فهتلاقيها مفتقدة الاب اللي هو عندك. هتلاقي ان هي برضو بتبصلك اللي هو هي عندها باباها وقاعد معاها على طول ومش بيسافر، وانا بابا بيسافر. دي ضريبة. الشخص اللي شغال ومطحون طول الوقت وانت شايف ان هو بيقبض مرتب يمكن 10 اضعاف مرتبك، برضو دي ليها ضريبة.
ليها ضريبة ان هو طول الوقت في شغله، مش عارف يطلع سفريات، مش عارف يعمل، مش عارف ياخد نفسه، وقت ما بينهار مش بيعرف يقعد ينهار، حاجات كتير. هتكتشف ان صاحبك ده او الشخص اللي انت شايف ان هو عنده مثلا مرتب اعلى من مرتبك بكتير، ستيل الشخص ده مفتقد حاجات كتير، ستيل الشخص ده مش عارف يطلع، يعني لحد دلوقتي ما عندوش وقت ان هو حتى يطلع ويشوف شريكة حياته. فمفيش حاجة في حياتنا احنا ما بندفعش ليها ضريبة ابدا. قررتي مثلا حبيتي شخص وقررتي ان انت تتجوزيه في بلد تانية غير بلدك، وبعيد عن اهلك، بعيد عن صحابك، بعيد عن شغلك، بعيد عن حياتك كلها، بس انت بتحبيه وقررتي تتجوزيه، فانت دفعتي ضريبة ان انت مع الشخص اللي انت بتحبيه، ان انت دلوقتي عايشة لوحدك في بلد مختلفة عنك، اهلك مش معاكي، صحابك مش معاكي، البلد غريبة عنك، انت في غربة. دي حتى غربة، حتى لو انت تبعدي عن اهلك مثلا ساعتين، انت في محافظة تانية، ستيل انت دافعة ضريبة ان انت مش مع اهلك، لان انت مع جوزك اللي انت بتحبيه واللي هو حب حياتك. تالت نصيحة، بجد كل حاجة بتتغير، فمش عيب ومش غلط ان انتوا تتغيروا مع الدنيا. الدنيا بتتغير في كده كده، بتطلع كل شويه، بتطلع حاجات جديده، افكار جديده، معتقدات جديده، اي حاجات جديده ممكن نحبها، عادي عادي. عادي اكون انا دلوقتي مثلا بموت في حاجه معينه وتاني يوم اقول لا، خلاص انا بطلت احبها، عادي عادي. وما تخافيش تقولي ده للعلن، وما تخافيش ان الناس تقولك انت متناقضه قوي، ما انت لسه امبارح كنت بتحبيها. انا كنت شخص بيحب السمك جدا 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 جدا، في يوم وليله انا ما بقتش بحبه، عادي خلاص، مش حباه، مش قابله ان انا اكله، فعادي اتس اوكي يعني ان انا ما اكلوش. فبرضه ساعتها ما كسفتش ان انا اقول لا خلاص انا بطلت احب السمك وبطلت اكله. عادي تكوني مثلا بتحبي التفاح الاخضر بتموتي فيه، وبعد ساعه تقولي لا خلاص انا ما بقتش بحبه ومش عايزه اكله تاني، عادي. عادي تكوني مبسوطه جدا في شغلك، بس في وقت خلاص انا حاسه ان الشغل ده مش انا، ومش مرتاحه ان انا اكون فيه او اكمل فيه سنين تانية من عمري، وتقرري تستقيلي، عادي. كل دي حاجات عاديه ان انت تغيري افكارك فيها ومعتقداتك فيها، وما تسمحيش لحد يقولك انت اتغيرتي قوي، انت بقيتي شخص متناقض كل شويه بكلمه، لا عادي عادي. الناس دي يا تطلعيهم بره حياتك، يا تردي عليهم تقولي لهم انا حره، كلنا بنتغير، وبالعكس احنا لازم نكون منفتحين عن التغيير. اوكي، الموضوع ده حاسه ان انا عندي رغي كتير فيه، ممكن ابقى اعمله لكم في بودكاست تاني. النصيحه دي مرتبطه قوي باول نصيحه. اوكي، النصيحه دي هقولك ان انتي مهما حصل معاكي ابدأي تاني من جديد. شوفي، انا في اول نصيحه قلت لك ما تفقديش الامل في نفسك، وافضلي عافري، وافضلي حاولي، وافضلي جربي، وي وي وي. النصيحه دي ان انتي ما تفقديش الامل في نفسك زي ما قلت في الاول، وتبدأي من جديد. مهما فشلتي ابدأي تاني، وابدأي تالت، وابدأي رابع، وابدأي عاشر، وابدأي المره ال11، وابدأي عادي. مهما حصل، مهما الدنيا اتقلبت رأسا على عقب فوق دماغك، عادي انهاري وزعلي وخدي وقتك في الزعل والحزن وطلعي مشاعرك كلها، بس برضو قومي من جديد تاني، لان الدنيا ما بتستناش حد. صدمتك صح؟ الدنيا ما بتستناش حد. سبتي شغلك، سبتي حب حياتك، انفصلتي عن زوجك، ايا كان اللي حصل، انت مضطره، اسفه انا مضطره اقول لك كمان ان انت مضطره ان انت تقومي وتعيشي حياتك وتبني حياه تاني من اول وجديد. ليه بقى؟ لسه قايله لك الدنيا ما بتستناش حد، الدنيا مش هتستناكي لحد ما تطبطبي على نفسك مش هتستناكي سنه لحد ما تخلصي انهياراتك، نو. شوفي، ازعلي واحزني، خدي وقتك في الزعل وطلعي مشاعرك كلها، واقعدي اندبي حظك قد ما انت عايزه، بس كل ده اعمليه وانتي بتبني حياه جديده.
يعني انت مثلا انفصلتي عن زوجك، اوكي، وسواء رجعتي بيت اهلك او رجعتي ان انت تدوري لك على شقه جديده تقعدي فيها انت واولادك او انت لوحدك. انهاري على انفصالك، الانفصال ده مش حاجه سهله. انهاري على انفصالك، انهاري على الحياه اللي كنتي عايشه فيها وتهدت. الانفصال برضو مش هقول ان هو خطوه سهله، لا هو حاجه كبيره جدا 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 جدا. وما كانش ربنا قال ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. بس انهاري وزعلي وعيطي بالليل مع نفسك على السرير، بس انتي بالنهار انتي شغاله، سواء نزلتي تدوري على شغل او انتي اوريدي عندك شغل، سواء انتي عايزه تدوري على شقه تقعدي فيها انتي وعيالك، سواء انتي نقلتي من مكان لمكان فانتي عايزه تدوري مدارس لعيالك، آم، سواء انفصلتوا بطريقه تمام او لا فانتي بتدوري على حد يجيب لك حق. تقعديش انتي، ما تقعديش. خلصتي سبتي حب حياتك، مثلا كنتوا مخطوبين وفسختي الخطوبة، برضو ازعلي وانهاري وعيطي واعملي اللي انت عايزاه بالليل في اوضتك على سريرك. بس انت بالنهار بتخرجي وبتحاولي على قد ما تقدري تدخلي نفسك في حاجات تسحلك دماغك. ليه؟ لان انت لو فضلتي قاعدة على الاطلال بتبكي الدنيا مش هتقف، مش اللي هو ستوب يا جماعه، كات كات، معلش يا جماعه استنوا الاستاذه بتنهار. خلصتي يا استاذه انهيارك؟ الاستاذه مش هتخلص انهياراتها خالص، مش هتخلص والله. الانهيار والزعل والحزن مش بيخلص. الحاجه اللي تقعدي تلتي وتعجني فيها مش بتخلص. النوم ما بيخلصش، الزعل ما بيخلصش، الشغل بيجيب شغل، اي حاجه تفضلي تزيدي وتعيدي وتزيدي فيها بتزيد. شفت بنت على تيك توك بتقول انتوا ليه بتسيبوا الفرح يعدي ويمر مرور الكرام والحزن بتعيشوه بأدق تفاصيله. بصراحة أنا كنت كده زمان، كنت أي حاجة تزعلني بفضل قاعدة فيها أبكي وأزعل وأنهار وأفتكر التفاصيل اللي تخليني أنهار زيادة. بس الحاجة اللي بتفرح ما كنتش بقف عندها كتير، ما كنتش بقف واتبسط فيها كتير، لا كنت عادي بتبسط فيها، اوكي خلاص عدت ويلا اللي بعده. فحاولي على قد ما تقدري تقومي بسرعة، لان انتي والله الدنيا هتفرمك فرم. عارفة الفرم؟ هتتفرمي. الدنيا بتمشي بسرعة والحياة كل حاجة حوالينا سريعة. لو ما قمتيش بسرعة هتتفرمي مع الناس اللي جريت وحققت احلامها وعاشت حياتها وبقت بتروح وبتيجي وبتسهر وعملت صحاب وعملت حياه وعملت اولاد وعيشوا عيله وبيت تتفرمي. تبقي انتي الوحيده اللي وسط الناس كلها قاعده بتنهاري. صدقيني محدش هيشفق عليكي ساعتها. ليه محدش هيشفق عليكي؟ لان انتي كان في ايدك ان انتي تقومي وما قمتيش. يعني انا صراحه هقولها لكم ومش هتكسف ابدا، انا مش بشفق على البنات او الستات اللي بتقعد تبكي وتنهار مدة طويلة. يعني انت مثلا سبتي شغلك، سبتي حب حياتك، انفصلتي، سقطتي في الجامعة، ايا كان اللي حصل لك. البنت اللي بتقعد اكتر من شهر، وستيل شهر كتير، اللي بتقعد اكتر من شهر تبكي وتتنحر ومنهارة وموقفة حياتها، صراحة مش بتصعب عليا. ام سوري، انا حاساكم مايلين كده، استنوا بتاعتي. ام سوري، انت مش بتصعبي عليا ومش بشفق عليكي. هشفق عليكي لما الاقيكي واحده بتتحركي حركتك بطيئه، والستيل ده برضو غلط، انت لازم كده بسرعه. بس برضو بيبقى بالنسبه لي اوكي، على الاقل بتتحركي، على الاقل بتعملي حاجه. فانت لازم تبني حياه وتلملمي نفسك بسرعه. مش هقولك تلمي نفسك، تلملمي نفسك بسرعه بعد اي كارثه بتحصل في حياتك، علشان الدنيا مش هتستناكي، والشغل مش هيستناكي، والحياه مش هتستناكي، الناس مش هتستناكي، مفيش حد هيستناكي. والايد اللي اتمدت لك عشان تقومي تمسكك وتقومك مره واتنين، التالتة مش هتتمدلك. لان اللي بيمد الايد ليكي ده هيشوفك ان انتي شخص اصلا مش عايزه تقومي. حبيبي انا جربت معاكي، مدت لك ايدي مره واتنين،
التالتة انت ما قمتيش خلاص باي باي، انا معايا حياتي انا برضو. فهماني؟ الشخص اللي جه ومدلك ايده عشان يقومك ويعيشك حياة حلوة، او تعملي موف اون معاه، وانت ما مسكتيش ايده في اول مرة وتاني مرة، تالت مرة هيمشي يشوف حد على الاقل عنده استعداد يقوم ويكمل حياته غيرك. رقم 5 تقريبا، رقم 5، ما تمشيش بشنطة تقيلة. يعني ايه ما تمشيش بشنطة تقيلة؟ يعني بصي، انت قلبك وعقلك وكيانك كله اعتبريه شنطة، انت ماشية شايلة الشنطة دي على كتفك، اوكي؟ اعتبريها شنطة باك، تمام؟ حصل لك كارثة، خلصتي الكارثة دي وستيل الكارثة دي في دماغك، انت ما عملتيش موف اون منها. فانت اللي ما عملتيش منها موف اون دي عملت ايه؟ انت رميتيها ورا ظهرك. رميتيها ورا ظهرك دي راحت فين؟ دي نزلت في الشنطة اللي في ظهرك، نزلت في الشنطة اللي انت شايلاها على ظهرك يا بيبي. فدي مشكلة مع مشكلة مع مشكلة. ما حصلت حاجة ضايقتك في اليوم، ما عملتيش، ما تخططيهاش، إيه مش عارفة ايه. الحاجات اللي ينفع تتعدى في حياتك عديها، عديها. الحاجات اللي ينفع تتعدى عديها، ما تقفيش عندها، ما تقفيش عند الصغيرة والكبيرة. الشنطة اللي على كتفك هتتقل، صدقيني لو مشيتي بشنطة تقيلة على ظهرك هتقفي في نص الطريق، مش هتبقي عارفة تكملي حياتك، ومحدش هيجي يشيل معاكي. واللي هيجي يشيل معاكي هتيجي تتكلمي وتحكي هيحس ان انت ايه ده، انت كمان هتشيليني الوزن ده على ظهري انا كمان؟ لا، وهيسيبك ويمشي. فالطريق طويل، انت لو مشيتيه بالتقل اللي على ظهرك ده مش هتعرفي تكملي، وهتقفي في نص الطريق، نفسك هيتقطع، نفسك هيتقطع في نص الطريق. دي حاولي على قد ما تقدري كل فترة اقفي وفضي الشنطة اللي على كتفك دي، فضيها، علشان مش اقل موقف يحصل لك تقفي وتبكي وتنهاري وتقولي انا ليه يا رب بيحصل لي كل ده؟ ده انا لسه حصل لي كذا، ده انا لسه حصل لي كذا، ليه يا رب بيحصل لي كده؟ اشمعنى انا وانا تنهاري من حاجه صغيره قد كده. ممكن تكون الايس كوفي بتاعتك وقعت مثلا، كبت، تنهاري عليها. فاهماني؟ وبس. وكده يكون الفيديو خلص. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو واستفدتوا من النصايح. بجد انا بكلمكم كاني بكلم اختي الصغيره، اللي هو انا ما عنديش اخت صغيره بس هعتبركم اخواتي الصغيرين. بجد انتوا محتاجين تمسكوا كل نصيحه من دول تدخلوها بالعافيه في دماغكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وبس. باي باي.